في عربيات لما تيجي تخش تشغل التكييف بتبقى كاره نفسك، بتشم ريحه كأن هدوم مكمكمه بقالها سنه ما اتغسلتش. انا مش بتاع تكييفات، لكن دي من ضمن الحاجات اللي بعملها من الصيانه. هوريك طريقه الاستخدام وخليك معايا، وسهله جدا، هتلاقي الدنيا سلكت معاك والدنيا بقت جميله والريحه بقت العربيه كويسه مع تغيير فلتر التكييف. الناس لما بتجي لي تقول لي يا هندسه انا عاوز اغير فلتر التكييف علشان فعلا في ريحه كمكمه جامده لما بيجي اشغل التكييف، ولما باجي احل فلتر التكييف الاقيه لسه نضيف، والعيب ما بيبقاش من فلتر التكييف. العيب بقى وركز معايا بيبقى في السربنتينه الداخليه، تبقى راكبه تحت التابلو. دي السربنتينه اللي المفروض بتسقع المروحه بتاعه التكييف، بتشفط السقعيه بتاعه السربنتينه بتاعه التكييف، او معنى صح بتضغط هواء بحيث السقعيه بتاعه السربنتينه نفسها تطلع لك عن طريق الهوايات، وده شغل التكييف. اما بقى الكمكمه بتيجي منين؟ لما بيبقى السربنتينه ديت بتسقع، في طبعا بيبقى ندى او بيبقى ميه بيبقى على السربنتينه نفسها مع الاتربه، ويحصل تفاعل ما بينهم هما الاثنين مع عمر طويل شويه. بيحصل الاتربه دي مع الميه مع جسم الالومنيا بتاع السربنتينه نفسها، تحصل بكتيريا، والبكتيريا دي هي اللي بتطلع ريحه الكمكمه اللي موجوده في العربيه. فالناس تيجي تقول لك وانا هحل التابلو علشان اطلع السربنتينه دي وابدا انضفها، لا يا سيدي، انا هقول لك حاجه كويسه. في حاجه انا شغال منها هنا وبتبقى سهله جدا، وهخليك تعملها بنفسك لو انت عربيتك في الجراج، وممكن تنزل تنظف بيها السربنتينه بتاع التكييف بتاعتك وتقضي على الكمكمه اللي موجوده في التكييف بتاع عربيتك وبنفسك. الحاجه دي عباره عن ايه؟ انا بستخدم عن نفسي المنتج ده من روزويل، وريحته طبعا بتبقى كويسه جدا، وده مخصص للتكييفات بتاع العربيه اللي انت لو مش عاوز تحل السربنتينه بتاعت التكييف او تحل التابلو او تخش في قصه متاهه. فدي عباره عن فوم، الفوم ده بيخش مع المروحه بتاعت الشافت بتاعت التكييف، بتخش على السربنتينه تنظف لك السربنتينه وبتنظف لك مجاري التكييف كلها. المنتج ده اسمه 20 اي سي. المنتج ده هو اللي بينظف التكييف بدون حل وفشكله، وبيقضي على الكمكمه نهائيا. مبدئيا كده معظم العربيات لو انت فتحت التابلو دوت كده وشلته، هتلاقي فلتر التكييف نازل ورا التابلو على طول، وده بيبقى في معظم العربيات الكوري ومعظم العربيات الياباني. هنا كده بتفتح الدرج، هنشيل الفلتر التكييف. طبعا فلتر التكييف بص هنا عامل ازاي. من ضمن الحاجات طبعا اللي لازم يتغير رسمي، عشان هو بص مليان ايه، مكتوم خالص، والفرق ما بين ده وده زي ما انت شايف. فلازم فلتر التكييف يبقى مساماته مفتوحه وجديد، وعشان يدخل لك هواء كويس للعربيه. بنبدا ان احنا نجيب العبوه، والعبوه دي بتدينا معانا خرطوم طويل زي ما انت شايف. هندور العربيه ونبدا نشغل التكييف على سرعه مثلا 2 أو 3 في السرعه بتاعته. هتلاقي هنا المروحه شغاله، في مروحه هنا جوه هنا شغاله. خلي بالك وانت بترش، لان انت هترش على المروحه نفسها، والاول لازم تدي مسدس هواء، وتبدا ان انت ترش على المروحه نفسها. المروحه نفسها بتاخد المنتج دوت وتبدا تطلعه على السربتينه نفسها، وده طبعا بيبقى امن جدا على المروحه وامن جدا في كل حاجه. نرش رشه صغيره ونستنى شويه ويبقى التكييف شغال، بحيث ان الهواء طالع من المروحه العلويه اللي فوق. الفوم ده بينزل هنا، يبدا المروحه بتشفطه، الهواء ده بيتشفط من بره ويبدا يضغطوا على السربنتينه بتاعت التكييف عشان يبدا يزق لك الهواء الساقع اللي انت شايفه ده. تبدا ان انت ترش كده، بحيث هو كل ده بيزق الفوم كله وبيخش فين؟ على السربنتينه ينضفها لك. هنا بقى هتنضف المروحه وهتنضف دايره التكييف كلها، واي بكتيريا جوه العربيه هتروح منك نهائي، وده بسبب البكتيريا اللي بتبقى موجوده في السربنتينه. فبحاول اساعد على قد ما اقدر، والحاجه اللي في ايديا اللي بحاول اخليك تعملها بايدك انا بقول لك عليها ان انت تستخدمها بايدك. وما تنساش المنتج ده اصلا بيبقى فعلا الماني ومصمم للتكييف البيوت وتكييف العربيات. بص بقى بعد ما نضفنا كل ده بقى دخل نضف كل الدايره كلها، وبقت ريحه التكييف كمان جميله والدنيا زي الفل. ترش فلتر التكييف الجديد رشه كده مرضوه عشان التكييف نفس البرفم بتاعك بقى اللي انت بتحطه، ونبدا نقفل فلتر التكييف. جيب الغطا بتاعه ويبدا يتقفل، تبدا تشغل التكييف بتاعك تاني كده. الهواء عندك جميل جدا، الضغط بتاعه كويس، السقعيه كويسه جدا، ريحه التكييف نفسها ظبطت معاك. تقفل الدرج بتاعك تاني كما كان وتقفل والدنيا فقت معاك. صباح الفل عليك.